كل شوية في موضوع الكورتيزون، كل ما نشوف دكتور على اليوتيوب أو على الفيس أو في أي حتة أو على التلفزيون ما حدش ياخد كورتيزون يا جماعة، أدوار البرد دي عادية. مثلا ابني أخويا الصغير مش عارف إيه يا دكتور، والله رحت الدكتور صدرية محترم جدا ومشهور جدا وكتب له كورتيزون. موضوع الكورتيزون ده بيعتمد على عدة عوامل. أدوار البرد العادية فعلا أنت ما بتاخدش فيها كورتيزون، حقن الدكساميثازون وحقن المعروفة بتاعت البرد ومجموعة البرد ومش عارف ايه وبتاع، دي غلط جدا في أدوار البرد العادية. ده دور بسيط هيجيلك يومين ثلاثة وإن شاء الله بإذن الله تخف منه. ايه موضوع الكورتيزون وليه في ناس لازم تاخد كورتيزون؟ والله في ناس مثلا عيانين الأزمة، عيانين الربو، حساسية في الصدر وهو صغير، الناس اللي عندها أمراض مناعية بجانب المرض الصدري اللي هو جاله أو الدور اللي هو جاله، يعني دول ناس كلهم بيتوصف لهم كورتيزون، أو أغلب دول أو يمكن كلهم لازم يتوصف لهم كورتيزون. اللي عندهم أزمة بيتوصف لهم الكورتيزون على شكل بخاخات بتوسع الشعب الهوائية، فدي من وظائف الكورتيزون مثلا في البخاخات دي. بعض الأدوية بيبقى من مكوناتها الكورتيزون اللي بيساعد مثلا على تقليل الالتهاب، حاجات كتير جدا. وطبعا ده كله بيحددها الدكتور في الأول وفي الآخر. ربنا يحمينا ويحميكم. سلام.